يا مساء الخير او يا صباح الخير على حسب انا هنزل الفيديو ده امتى. كل سنه وانتم طيبين. دي اول حلقه في رمضان. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم كتير في حلقات اليوتيوب، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون اول حلقه ونستمر مع بعض بقيه الحلقات في رمضان. ازاي رمضان فرصه تقطعي فيها علاقتك بعادات غلط مش بس الاكل، وازاي نستغل رمضان عشان تطلعي شخص جديد باقي السنه كلها. انا عارفه وحاسه بيكي جدا الشعور دوت، وخلينا نتكلم النهارده عن عزومات رمضان. لما تبقي لابسه ومستعده لعزومه رمضان، وبدل ما تفكري طعم المحشي هيكون عامل ازاي، هتشوفي صحابك وهتشوفي قرايبك وهتتبسطي، ولكن في بعض الاحيان كتير قوي بتفكري في طعم الاسئله اللي بتتحدف عليكي اول ما بتدخلي من الباب. مش هنفرح بيكي بقى؟ ايه ده انتي خسيتي كده ليه؟ او انتي تخنتي كده ليه؟ ايه ده انتي قصيتي شعرك؟ ايه ده انتي ما اتحجبتيش؟ او لسه ما فيش نونو على الطريق؟ او كل الاسئله دي. عزومات رمضان اللي المفروض تكون صله رحم بتتحول لساعات كتيره قوي تحقيق نيابه. والنهارده انا جايبالك دليل نجاه ليكي ست البنات، واقول لك هتعملي ايه او ازاي تردي بذكاء وبادب من غير ما نغلط في حد او تخسري اي حد منهم، بس من غير ما تسيبي حد يضايقك او يتعدى الحدود بتاعتك. كملي الفيديو معايا لحد الاخر عشان نشوف الاسئله بتاعتك ايه هي ونجاوب عليها كلنا مع بعضينا ان شاء الله. وكمان الفقره الاخيره فيها قصف جبهه دبلوماسي لكل سؤال ملوش لازمه. خلينا نقول اول هما ليه بيسالوا الاسئله دي. اولا كتير قوي بتكون سيكولوجيه الفضول، بيبقى عندهم فضول قبل ما نزعل او قبل ما نزعق. خلينا نفهم حاجه، اغلب القرايب بيسالوا الاسئله دي بدافع فتح الكلام، عايزين يفتحوا معاكي كلام او الفضول، ومش دايما بيبقى قصدهم انهم يضايقوكي. خلينا نحط ده في الاعتبار. مش مضطره ان انت تجاوبي، ساعات جدا ممكن انت تسكتي احسن. ماشي، نعرف ان بيتك وسر حياتك مش ماده للنقاش على طبق الشوربه بتاعهم او طبق على السفرة. ولسه في وقت اننا نحط حدود للناس دي. السلسلة بتاعت رمضان دي سميتها لسه في وقت او ما فاتش الاوان. فان شاء الله نكمل مع بعض في السلسلة ديت حلقات تانية كتير، او في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. خلينا نكمل. مش الاوان اننا نعلم الناس ازاي تحترم خصوصياتنا؟ ده نمبر 1. نمبر 2، سؤال مهم جدا ومش عارفه ليه ستات كتير هما اللي بيقولوه مش الرجاله، اللي هو مش هنفرح بيكي قوي، مش هنفرح بيكي بقى. مش عارفه ليه الستات هي اللي بتقول الكلام ده، يعني معرفش يعني، بس انا معرفش. بس احنا هنرد بمنتهى الهدوء والادب. والله يا طنط انا فرحانه جدا بنفسي دلوقتي، واول ما حد تاني هيقرر يفرح بيا هقولك على طول. وابتسامة خفيفة لذيذة، ولا قلتي أدبك ولا قلتي أي حاجة، وفيها كوميدي شوية في نفس الوقت. حاجة تانية، في إجابة تانية ذكية شوية برضو، وإيه رد كده إيه لذيذ وهادي. كل بأوانه يا طنط، ادعي لي بس انت، قولي لي بقى تسلم ايديكي بجد، المحشي ده طعمه تحفة، انت عملتيه ازاي؟ وتقلبي الموضوع في حتة تانية خالص. وده رد ذكي جدا، ان انت مش بس خرجتي من الموضوع عشان مفيش سؤال تاني يتحدف عليكي، لا انت قلت لها او مدحتي فيها في حاجة تانية، فهي هتقول لك طريقة بقى المحشي. السؤال التاني، انت خسيتي كده ليه او انت تخنتي كده ليه؟ ممكن نقول والله الهدوم حباني ان انا اكون كده، او الميزان مش عارفه ليه ثابت على موقفه، مش عارفه. المهم الصحه يا طنط. ها انت عامله ايه بقى في الصيام؟ جاوبتي بشكل كويس برضو، وقلبتي السؤال برضو وقلت لها انت عامله ايه في الصيام يا طنط. تمام. في السؤال التالت واللي هو بجد يعني اللي بيسأله اصلا ما ينفعش يسأله، طب ما انت حد سألهولك مرتبك كام، او انت بتعملي ايه بفلوسك؟ وده يعني انا عارفه ان انتوا بتحاولوا تهربوا كتير قوي من السؤال دوت، ولكن هو سؤال اصلا بصراحه فعلا رخم جدا. ولكن هنقول ايه؟ هنقول مستوره والحمد لله، يا دوب مكفيه طلباتي، المهم البركه مش الرقم. سايلنت وابتسامه خفيفه وبس كده. ولا انت قلتي كام، ولا انت مالك يا طنط، ولا جاوبتي بمنتهى الادب عادي جدا. لو لقيتي القعده بدات تبقى تحقيق نيابه قوي بقى، كل واحد فيهم قاعد يسالك، هتبداي وتتحول دراما او ضغط عليكي. هتستخدمي حاجتين. اول حاجه تسالي سؤال مش عاجبك، امدحي في حاجه اللي قدامك. مثلا يعني هنقول ايه، سؤالك جميل يا طنط، بس بجد الطرحه دي لايقه عليكي جدا، جبتيها منين؟ سؤالك جميل يا طنط، بس قولي لي انت عملتي السمبوسك دي ازاي؟ بجد عملتيها ازاي؟ بدل ما تعملها مثلث عملتها مربع مثلا. ايه ده عملتيها ازاي دي يا طنط؟ تقولي في اي حاجه تحاولي ان انت تطلعي بره الموقف دوت، او تقومي من خالص من جنبيهم وتقولي ان انت عايزه تدخلي الحمام او ايا كان، يعني لو القعده بقى دمها تقيله عليكي. او يا خبر انا نسيت اساعد طنط مثلا في المطبخ، دي واقفه لوحديها، تقومي ايه جاريه
على طول تساعديها حاجه، وهنا قمتي بشياكه وعادي جدا وقمتي. وفي احيانا كتيره قوي وانا بفضل دي ابتسامه مع نظره عين هاديه، اللي هو انت تبصي كده في عين الشخص وتسكتي، وتروحي بقى وتروحي تعملي اي حاجه انت عايزه تعمليها، او تبداي تسالي سؤال تاني او ايه، ما ترديش على السؤال اصلا. ابتسامه خفيفه قدام عينيها كده وبس، مش عايزين اي حاجه. دي بتبين اللي قدامك انه سأل سؤال غلط، او تفتحي كلام معاه، او ان انت مش عايزه تتكلمي اصلا. تمام، فدي ايه، خلاص بقى يعني كفايه كده يا جماعه كفايه. مش عايزه اقول لكم نصايح، هنقول نفضفض مع بعض. حاجه مهمه قوي، قيمتك مش مرتبطه بجواز ولا بوزن ولا بمرتب ولا بعزومات رمضان. يوم وهيعدي صدقيني، مش يا ريته يوم كمان، ده ساعات، يعني ساعتين ساعتين 3 مش هيفرقوا معاكي قوي، فيوم وهيعدي. ما تخليش اي كلمه تتقال في ساعه تبوظ عليكي صيامك كله او فرحتك بالشهر بس. فما تخليش حاجه ارجوكي تبوظ عليكي اليوم ده. هما ساعتين وهيعدوا، كلمتين اتقالوا كلمتين اتقالوا، حاولي ان انت تنطنشيهم لو هما ضايقوكي قوي، وعدي الموضوع. لسه في وقت انك تثقي في نفسك، وتعرفي ان كلام الناس مجرد ضوضاء مش اكتر. خلينا قبل ما نختم، لو في سؤال جالك مش هندوق اكلك بقى، مش هندوق اكلك بقى، هنقول لها ايه ان شاء الله في الوقت المناسب. انا بصراحه بعد الاكل التحفه ده اللي دقناه النهارده ده، الواحد محتاج ياخد كورس عند طنط يوصل للمستوى ده. وقلبت الموضوع بمنتهى الشياكه ومنتهى اللذاذه، ورميتي كمان الكوره في ملعبها ومدحتيها كمان. فانت كده يعني ايه، جبر خواطر جامد جدا، فانت كده جبرتي بخاطرها جامد جدا. طب لو السؤال اتقلب بصيغه تانية، بتعرفي تطبخي زي ماما؟ بتعرفي تطبخي زي ماما يا حبيبتي؟ بتعرفي؟ ممكن يجيلك بصيغه تالتة خالص، انت شاطره بقى يا حبيبتي في المطبخ؟ شاطره انت في المطبخ؟ هنقول لها ايه بقى؟ انا شاطره جدا في التذوق يا طنط، بجد انا عليا تذوق، اللهم صل على النبي. ودي موهبه لا تقل اهميه عن الطبخ، لا تقل اهميه عن الطبخ تماما. اكتبوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا شفتوها في العزومات، وقولوا لي ايه رايكم في الردود ديت. ولو عندكم ردود تانية حابين ان انتوا تشاركوها برضو يا ريت، ولو في اسئله تانية حابين ان انتوا تشاركوها ومش عارفين تردوا عليها ازاي برضو قولوا لنا في الكومنتس عشان نعرف ونستفيد من بعض. دي كانت طريقتي في التعامل مع فوبيا العزومات. قولوا لي اغرب او ارخم سؤال اتسالتيه في العزومه قبل كده، انا هرد معاكم على الاسئله دي. لو عجبك الفيديو تبعتيه لصاحبتك او لاختك اللي بتخاف من العزومات ومش بتحب تيجي معاكي. رمضان كريم عليكم، افتكري دايما ان ما فاتش اوان، خد بالك ولسه في وقت.